يعني المره الوحيده اللي اعمل فيها سكريبت الفيديو يطلع، هتفهموا بعدين. بص يا معلم، انا المفروض طول عمري بعمل فيديوهات ما بعملش سكريبت، بدخل كده بوش في الفيديو على طول. المره دي بقى جهزت سكريبت وقلت خلاص، قعدت نص ساعه بكتبه وقلت خلاص هو ده اللي انا هقوله في الفيديو. في الاخر يا معلم اكتشفت ان انا كنت المفروض داخل اتكلم على موضوع انه علياء الاكونت بتاعها اتسرق، بس بعدها بكام ساعه لقيت الموضوع اتحل والاكونت بتاعها رجع. يعني يا دوب خلصت كام ساعه، ايه ده، انا يا دوب خلصت لقيت صاحبي وراني اللايف بتاعها من الاكونت الاساسي وعماله تقول الاكونت رجع الاكونت رجع. فالحكمه طارت، بس برضو مش هضيع السكريبت وهقوله. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. فانت لو ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا مصطفى كمال، بعمل فيديوهات حبه كوميدي على حبه مش كوميدي على شويه حاجات غريبه كده. فلو انت مهتم بالمحتوى الغريب اعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس واعمل لي شير واعمل لي لايك واعمل كومنت. خلاص يا وحش بقى. قول لي انك اول مره تشوفني، علشان انا مهتم جدا بالمتابعين الجدد والقدام برضو، دايما عمري ما هنساهم. ودايما اول 10 كومنتات عندي على الفيديو بكتبهم عندي في الكشكول وهوري لكم. اول 10 اشخاص بيكتبوا كومنتات عندي بكتبهم في الكشكول وهوري لكم اساميهم في اخر الفيديو. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. فعشان ما اطولش عليكم يلا نبدا. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يعني قبل ما نبدا الفيديو، لو انت ما صليتش تتفضل دلوقتي تقوم تصلي وترجع تكمل الفيديو بعد ما تخلص صلاه. ما تنساش تصلي على النبي. وانا غيرت ميعاد الفيديو من 8 ل 10 عشان خاطر في ناس قالت لي في الكومنتات ان المفروض اغير الميعاد عشان خاطر صلاه المغرب بتكون مع الوقت بتاع الفيديو، فانا خليته الساعه 10. هيبقى حد 3 خميس الساعه 10 ان شاء الله. ندخل بقى في الموضوع. قصه علياء، ازاي علياء بدات؟ علياء بدات بانه صاحبتها حسناء كانت فاتحه فيديو بتصور وبتقول انا وعلياء اخوات، وكل اللي اتقال اشاعات، علياء لسه ضرباني بس احنا اخوات ومش عارف ايه والكلام ده كله. انتوا اكيد شفتوا الفيديو الاولاني. فعلياء ردت رد مضحك وقالت انا تليفوني ريلمي سي 75، وبعدها قالت الكلمه اللي هي اتشهرت بيها او الجمله اللي هي مشهوره بيها. وطبعا زي ما هي متعوده انها بتعمل كده، لان هي طبعا بطبيعتها كانت بتنزل تبيع مناديل والحاجات دي، وكانت لا مؤاخذه في الكلمه متسوله او مش متسوله، هي كانت مريضه نفسيه. مريضه نفسيه ازاي؟ هتفهموا قصدي في اخر الفيديو. المهم يعني علياء اتشهرت ومشاكلها كترت وبدات ان هي تلطش في الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش. اقربها مثال زي ما عملت مع شاكر. شاكر فضل يدعمها ونزلت معاه وهو شهرها اكتر وخلى الناس بدات ان هي تدعمها. في الاخر يا دوب خرجت من اللايف فضلت تشتم فيه وتحقد عليه ناس معاها ملايين وبتدعموها، ملايين ومليارات. شاكر ده مثلا. وبرده كان لها مشاكل مع بهجت صابر وحسناء صاحبتها اللي هي شهرتها اصلا وناس كتير. وهنا بقى بما اننا جبنا سيره بهجت صابر فنروح للموضوع بتاع بهجت صابر واللي هي عملته مع بهجت صابر. بص يا معلم، الموضوع كله ان علياء كانت فاتحه لايف هي وحسناء صاحبتها، فعلياء ما كانتش حابه ان بهجت تدخل معاهم. حسناء طلبت منها قالت انا هدخل بهجت، هي قالت لا ما تدخلوهوش، مش عايزه حد بيشتم في اللايف بتاعي. هي بقى كانت بدات ان هي تحسن من نفسها شويه فقالت انا مش عايزه حد بيشتم في اللايف بتاعي. المهم يا معلم فضلت تتحايل على حسناء. حسناء طبعا اخذت الكلام ده كله ورميته وراها وقامت قبل الطلب بتاع بهجت صابر، او هي اللي بعتت له دخلته معاهم. ما علينا، المهم ان هو دخل معاهم في الجيست او دخل معاهم مش عارف اسمه ايه، عامه ما بفتحش تيك توك. طب ما تنزلي يلا يا اختي، انزلي مع السلامه. باي. مع السلامة. مع السلامه يا موز. سلام، انت انزل انت، انا مش عارفه لا مش نازل، انتوا اللي جايين لي يا هبله بنت الهبله، انت اللي طالبه المداخله معايا يا جزمه، انت اللي تغوري في 60 داهيه يلعن ابوكي. ايه البنات الشرم؟ فعليا اتضايقت وقالت بعد اذنك يا عم بهجت انزل. بهجت صابر بقى ما بيتفهمش، قام داخل قال نزل فيها شتايم وانت اللي بعتالي وانت وانت وانت. قامت حسناء تعمل ايه؟ تسكت؟ لا، تقوم ضحكه على صاحبتها وتقوم طالعه من اللايف من وسط اللي بيحصل ده كله واللي هي السبب فيه. وبعد ما علياء اتهزقت واتمسح بكرامتها الارض حرفيا، لان هي ما كانتش عارفه زرار الخروج منين. هي لو كانت عارفه زرار الخروج منين كانت خرجت من الجوله، بس دخلت غصب عنها بسبب مين؟ بسبب علياء صاحبتها اللي انا ذات نفسي مش مستريح لها. انا بقول رايي الشخصي، فيا ريت ما حدش ياخد كلامي ان هو كره او تحريض على كره او الكلام ده كله. انا بقول كلام بندردش مع بعض بس، عشان برضو في ناس بتاخد الكلام بجديه وبتشخصن الموضوع. انا كل اللي انا بعمله ان انا بعرض وجهه نظري بس. المهم سيبكم من حسناء عشان حسناء مش موضوعنا خالص، ممكن نعمل لها فيديو بعدين. احنا موضوعنا دلوقتي في علياء واللي علياء بتعمله. علياء جت في فتره كده وطلبت معاها ان هي تروح لدكتور نفساني، عايزه تروح لدكتور نفساني. فالمهم عملت ايه؟ جابت رقم دكتوره نفسانيه ودخلت كلمتها عشان خاطر تتواصل معاها وتروح لها. فالمهم طلبت الرقم وحجزت هناك عشان تروح تتعالج. خلوا بالكم من كلامي كويس وركزوا في الكلام اللي انا هقوله عشان الكلام ده هيتبني عليه حاجات بعدين. فهي كانت عايزه تتعالج. المهم راحت للدكتوره في ميعاد غير ميعاد الحج، والسكرتيره اللي كانت واقفه هناك قالت لها ده مش ميعادك. قالت لها مش مهم، انا عايزه ادخل ليها، عايزه اعمل لها مفاجاه. فالمهم
المهم السكرتيره وافقت ودخلت علياء بالفعل للدكتوره جوه. فعلياء بعد ما دخلت للدكتوره، الدكتوره رحبت بيها بصدر رحم وبكل حب، ورحبت بيها وقعدتها. وحتى اللي يثبت لك ان هي كانت رايحه كضيفه مش كمريضه، رايحه كضيفه، ان الدكتوره غيرت مكانها. المفروض كانت تقعد في الكرسي اللي هو كرسي الاستقبال والمكتب قدامها والمرضى بيقعدوا قدامها، لا هي قامت رايحه قاعده قصاد علياء وفضلوا يضحكوا ويهزروا، وعلياء تحط التليفون وتطلب من الدكتوره ان هي تصور وتصورهم وهم قاعدين يتناقشوا ويتكلموا مع بعض. المهم يا معلم بعد ده كله ايه اللي حصل؟ الموضوع ما خلصش على كده، الموضوع ان الدكتوره كمان اخدتها وعزمتها واكلتها بيتزا واتصورت وعملوا بص عملوا جو ما يتنسيش. وعلياء تنزل تقول انت مش مجرد دكتوره، انت صاحبتي وانت وقعدت تقول كلام يعني بص يحرك جبل. بعد ده كله ايه اللي حصل؟ الدكتوره علياء بقى عملت ايه؟ المفروض ان الدكتوره لما تروح تتكلم عن حاجه عن المرضى بتاعتها بيحصل لها مشكله والمكان بتاعها بيتقفل، ان هي اتكلمت عن اسرار المرضى اللي عندها. المفروض علياء كانت رايحه كمريضه في الاول، وبعد كده قامت الموضوع اتغير وبقت رايحه كضيفه، فهي المفروض ان هي ضيفه رايحه عندها او صديقتها او الكلام ده كله، مش رايحه كمريضه. هنا بقى ايه اللي حصل؟ انه اكل عيش الدكتوره كان هيتقطع بسبب الموضوع ده. فالدكتوره طلبت من علياء، قالت لها انا بطلب منك بعد اذنك تعملي فيديو صغير توضحي للناس انك كنت جايه كضيفه مش كنت جايه كمريضه. فعلياء عملت الفيديو بالفعل، ما قصرتش وعملت الفيديو. بس في نقطه صغيره، علياء ما نزلتش الفيديو. الدكتوره هنا اتجننت، طب انا اكل عيش هيتقطع، مش عارفه اعمل ايه، عايزه هي تخيل دكتوره اكلها اتقطع عشان خاطر علياء، لما واخده في الكلمه. الدكتوره حاولت توصل لعلياء، علياء تكنسل، علياء ما تردش، ما مش عارفه توصل لها باي طريقه. عملت ايه؟ قامت الدكتوره عامله عندها اكونت على تيك توك، كان الحل الوحيد انها تفتح لايف وتدخل مع علياء. ففتحت لايف بالفعل ودخلت مع الانسه علياء، او يعني مش عايز اقول الفاظ، قامت داخله معاها. فعلياء اول ما شافتها اتصدمت كده واتفاجئت زي ما هتشوف في الفيديو. ازيك يا علياء؟ ازيك يا دكتوره؟ اخيرا طفتك يا علياء. انت شايف في الرياكشن بتاع وش علياء عامله ازاي؟ انا مش هعرض البنات اللي معاها عشان واحده مبينه رقبتها وواحده مبينه كوعها وحاجات، انا هعرض بس الوجوه اللي بتتكلم. ولو حسناء اتكلمت او البنت التانية دي هحاول ان انا اعمل بلور عليهم عشان مش عايزين نشيل ذنوب، عارفين المحتوى بتاعي نضيف. فنكمل. اخيرا طفتنا يا دكتور. ايه يا علياء ما نزلتيش الفيديو اللي احنا اتفقنا عليه ليه؟ ده الفيديو اللي انا بقول لكم ان هي صورته عشان توضح ان هي كانت رايحه كصديقه او رايحه كضيفه مش رايحه كمريضه، علشان اكل عيش الدكتوره هيتقفل هنا. ما انا دكتوره مش عارفه انزله والله. مش عارفه تنزله، يعني هي دوست الزرار مش عارفه تنزله. هي عندها تيك توك وعندها التليفون، ناقصه تقول لها انا التليفون بتاعي متاخد، مش عارفه التليفون بتاعي بايظ. بتصوري بايه؟ عندك نت مش عارفه تنزليه ازاي؟ نكمل. عارفه تنزلي الفيديو ازاي؟ مش عارفه، نسيت. شوف والله والله العظيم نسيت. يا اخي يا انا نسيت حاجات دي نسيت بقى نسيت ساعتها نسيت، معلش. علياء حبيبتي اسمعيني، اتكلمي وما تخافيش، اتكلمي من الاخر كده يا دكتوره. انت اللي بتتكلم دي البنت اللي معاهم اللي هي اللي فوق دي، اسمع لنا بتقول بقى من الاخر بقى يا دكتوره. شايف الاسلوب بتتكلم مع الدكتوره ازاي؟ نكمل. يعني انا مش حابه انزل الفيديو عندي من الاخر. سمعنا الكلام؟ ثواني بقى يا دكتوره ثواني، انت عايزاها توضح ايه دلوقتي عايزاها توضح ايه؟ طيب بما انك مش هتنزلي الفيديو بقى الناس تاخد ده سكرين فيديو، اوكي؟ علياء انا كنت اعرف ان انت جايه لي العياده؟ لا. انت عملتي ايه عشان تجي لي العياده؟ كلمتك في التليفون وقلت لك ان انا واحده عاديه وهاجي اكشف عندك، بس بعدها لما ما لقيتكيش قلت لك بصراحه انا علياء. تمام. تاني يوم لما انا رحت عيادتي وخلصت مين اللي رن؟ انا اللي رنيت. طب يا حبيبتي لما جيتي في الريسبشن لما جم قالوا لك تدفعي ثمن الكشف اول مره لما انا ما كنتش عارفه، انت قلت لهم ايه؟ انا ما قلتلهمش حاجه، ما قالوليش ادفعي ده من كشف. انت قلت لي مش انت ما كشفتيش اصلا يا دكتوره. اهو اظن واضح، مش محتاجه ان علياء تصور فيديو، اظن كده حق الدكتوره جايه. بس خلاص خلينا نكمل هي ما كانتش كشفت زي ما بتقول علياء. انا مش نكمل الفيديو عشان انا ممكن اقول كلام يزعل، محدش هيزعل من الكلام اللي انا هقوله لان محدش عطايق علياء عامه، بس انا عشان ما يبقاش في تحريض على الكره يا جدعان، ده رايي الشخصي، ده انا بعرض وجهه نظري عشان محدش يقول ان انا بحرض على الكره او الكلام ده كله، بعرض مجرد راي. تمام ماشي يا حبيبتي، بس انت مش قلت لهم انا عامله لها مفاجاه؟ عامله لها مفاجاه ان انا علياء وانا مش جايه اكشف؟ نعم. مش انت قلت لهم انا مش جايه اكشف ولا اي حاجه، انا عامله لهم مفاجاه، انا عامله لها مفاجاه؟ طيب يا حبيبتي لما دخلتي العياده وقعدت معايا سامعاني يا علياء؟
بتقولي ايه يا دكتوره؟ مين يا حبيبتي اللي طلب تصوير الفيديو؟ انت اللي طلبت تصوير الفيديو. طب لحظة بس، باختصار عشان نفهم، عشان انا مش لاقي الفيديو كامل. فالدكتورة بتقول لها مين اللي طلب تصوير الفيديو اللي انا اللي طلب تصوير الفيديو اللي انت صورتيه واحنا قاعدين جنب بعض على الكرسي لما انت كنت حاطه التليفون. المفروض ان علياء هي اللي كانت طالبه التصوير، بس هنا حصل سوء تفاهم. علياء كانت فاهمه ان قصدها على الفيديو الاخير اللي هو الفيديو اللي بتوضح فيه الموضوع. فاهمني؟ علياء انا بقول لك انت اللي طلبت تصوير الفيديو. انا يا علياء؟ ايوه طلبت قلتيلي نصور. تصوير. ايوه حصل، وانت اللي قلتي لي كده. تصوير الفيديو عنه اللي انت رحت لها عشان تقولي ان هي ما جابتكيش وكده، ولا اول فيديو خالص؟ لا، هو لما قالت لي قولي يا علياء عشان انا هنفصل من قولي اطلعي قولي كذا 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 كذا، وانا قلت كذا 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 وصورتني كنت قاعده. انا بتكلم عن الفيديو اللي في العياده. يبقى صح، ده الفيديو أيوة. اللي هي قصدها عليه. الفيديو اللي في العياده مين اللي طلب تصويره؟ انت اللي طلبت تصويره في العياده؟ لحظة، مش هي اللي طلبت التصوير، هي الدكتورة هتطلب تصوير ليه؟ خلينا نكمل. انت اللي طلبت تصوري معايا. اللي هو في الفيديو لما انت رحت لها ليه طلبت هتتجنن. تتصور معاكي الفيديو ليه؟ عشان الريتش. الدكتورة عايزة ريتش. الدكتورة ازاي ما جاتش على بالنا؟ الدكتورة عايزة ريتش. هي قالت لك يعني اصور معاكي فيديو عشان تنزله لا، عشان انا حاسه ان هي كانت عايزه تتصور معايا، عايزه احساسك عالي يا علياء، احساسك عالي. حاسة تشير باي طريقه. انا مش بحبك كده، وكل اللي عارفني عايزني عشان انت ما تكتبيش وهي ما تكتبش، انا هسمعك هنا على ابو الريتش ده يا شيخ. انت مش مشهوره يا جدعان. في ناس بتفهم ان الشهره دي اللي هو انا مشهور. عارفين انتوا لما واحد يتشهر وخلاص. انا هوضحها لكم. عارفين انتوا لما واحد يتشهر وخلاص، يتشهر كده، تيجي معاه تضرب معاه يقوم مشهور وخلاص. مش انا ما تاخدونيش معاكم، انا بتكلم عن التيك توك. انا مش مشهور الحمد لله، أنا لسه ما اتشهرتش الحمد لله، عشان الكلام ده مبقاش موجه ليا، انا لسه ببدا. فعارفين انتوا لما يكون حد اتشهر مره واحده كده زي علياء، هي اتشهرت بقى شايفه ان كل الناس اي حد يعرفها عارفها عشان الريتش. انا مثلا اي حد يعرفها، اي حد ينزل معاها فيديو، اي حد يصور اي حاجه ريتش. خلينا نكمل عشان انا الكرسي بدأ يزيق والله. سامعين؟ هسمعها. تمام ماشي. دلوقتي الدكتوره عايزه دلوقتي ان انت توضحي نقطه. ايه هي النقطه؟ ان انت كل ما تطلعي في اللايف عندك تقولي بصي الدكتوره هدى جابت لي روج، بصي الدكتوره هدى كذا، وانت اصلا ما بتروح لهاش. فهي دلوقتي الدكتوره متضايقه. تمام. انا مش هغلط ومش هقول لك انت كذابه او صادقه. كل اللي هقوله يا بنتي حسبي الله ونعم الوكيل بس. عندك حق والله. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا لما انا عملت الخير لله. والله اخرة اللي يعمل خير يعني تروح تجيبها وتقعدها معاها في المكان بتاعها، وتروح تجيب لها بيتزا والكلام ده كله. يا علياء انت بتلطشي في اي حد، اي حاجه ماشيه في الارض بتلطشي. اتقالوا بس ده لسه اللي جاي ايه. زي ما انا قلت في الاول وكلامي في الاول يا جماعه، انا لو علياء طلعت شتمت في حقي، قالت في حقي كلمه انا ما وحشه، شتمتش في حاجه، انا قلت الصراحه، وانا ما بحبش الكذب ابدا. يعني عارفين انتوا لما حد يكون شايف نفسه صح وخلاص، نفسه يعني لما واحد يشوف زاويه واحده. عارف انت لما يكون في كذا زاويه ممكن تشوف منها، وانت تشوف من زاويه واحده بس، والزاويه دي انت مش عايز تبص لحته تانية، لا انا باصص من هنا انا صح. يفكروا معاذ اللي كان معاه في الفيديو اللي فات ده احنا بنبقى كلنا صح وهو الوحيد اللي غلط ويقول انا صح. انا جاي افضح صحابي هنا. حسبي الله يا بنتي ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بيني وبينك ربنا سبحانه وتعالى. لو انا اللي طلبت تصوير الفيديو، لو انا اللي طلعت وقلت انا والدكتوره هدى اخوات واللي ما بيننا اشاعات، ولو انا كنت عايزه اطلع ريتش على فكي، اولا انت منزله الفيديو عندك، ثانيا كان بتليفونك، ثالثا انت اللي قلتي لي اصلا الفيديو نازل عند علياء، يعني الفيديو نازل عند علياء، وعلياء بتقول له الدكتوره انت عايزه تطلعي ريتش على قفايا. دي فاهمه انت بتقول ايه يا علياء؟
وعلى فكره ما بتقولش ريتش، هي بتقول رينج او حاجه زي كده، ما بتنطقهاش صح اصلا. الناس تحبني. رابعا ربنا يهديكي ويشفيكي ويصلح حالك يا حسناء نامت في اللايف تقريبا. حسناء نامت. رب. لكن قسما بالله قسما بالله قسما بالله البنت دي بتفتري عليا واللي بيني وبينها والله ربنا. عارفين يا دكتوره، ماشي والله عارفين. ماشي يا دكتور عادل. هي تلعبي معانا جولة عشان الريتش يزيد معاكي؟ المستفزه تلعبي معانا جوله عشان الرينج يزيد معاك. يا ريتها بتنطقوا صح. دكتوره ده انت مستفزه. تخيل بتكلم دكتوره كده. علياء بتاعه المناديل، انا هنفجر علياء بتاعه المناديل. الشحاته بتكلم دكتوره كده. الشحاته بتاعه المناديل اللي ما تعرفش تقرا وتكتب بتقول للدكتوره الريتش عندك يزيد. ويا ريتها بتقول ريتش، بتقول رينج. نكمل يا جدعان العك، نكمل. خلاص. انت طب يا دكتور عايزاها توضح حاجه ليكي؟ توضح ايه؟ حسناء وضحني. توضح هي ثانية واحدة يا مهرة، انت يعني معلش يا علياء يا نعم. يعني انت فاهمة بتقول ايه؟ دلوقتي احنا هنمسك نقطه نقطه. انت قلتي لي هاتيها، يعني انت كنت عايزاها تعمل لك فيديو عشان توضح حاجه معينه. دلوقتي احنا دخلنا من الاول في الاخر. المفروض مهرة دي الدكتوره تواصلت معاها عشان خاطر، او هي اللي قبلت الطلب ان هي يعني في هما بيبعتوا دعوه عشان يدخلوا مع بعض في الجوله، فهي قبلت الطلب عشان تدخلها معاها. اقول لك على حاجه، اقول لك الصراحه، الصفحه بتاعتها كانت 35 34000، ما كانتش بتزيد خالص. اول ما عرفت عليها ما شاء الله الصفحه بقت 51000. يا بنت انت عارفانا عشان الريتش من الاخر. ريدج عارفاه عشان الريدج. الدكتوره عارفه عليها عشان الريدج. حد يعني سجلوا يا جدعان، اكتبوا ورايا. الدكتوره عارفه عليها عشان خاطر الريدج مش الرينج. بس فدي الصراحه. صراحه واو. يعني الدكتوره مزبهله منذهله من اللي بيحصل والله. خلي الصفحه تزيد عندك يا دكتوره، ربنا يرزقنا ويرزقك يا رب. يا جماعه الموضوع مش في موضوع ريتش او موضوع كل ده، الموضوع في اكل عيش. اكل عيش يا ماما، قولي الحقيقة. حسناء قولي الحقيقة، قولي الحقيقة. الموضوع تعالي العبي معايا بس جوله يا دكتوره هدى، يمكن يجي لك اسد رب. علياء يا حبيبه قلبي، انت اتفضلي. قلت لي، انت يا حبيبه قلبي لما سالتيني عشان انا اقول برضو لربنا، عشان المره دي انا هقول اللي حصل برضو. انا لما سالتك قلت لك يا علياء الدكتوره دي على فكره، انا هقول اللي حصل اهو. قلت لك يا علياء الدكتوره دي على فكره واخداكي عشان ريتش. انت رديتي عليا قلت لي ايه؟ ايه قلت لك لا عشان ما اتكلمش عنك في الاول وكده، كنت خايفه اكلمك. فعلا عارفاني عشان ريتش، والصفحه بتاعتها اقسم بالله انا واخدها سكرين شوت كانت 34000. واول ما عرفت علياء تعالي معاملك حلو في حضني بقى ومش عارفه ايه، والريتش يزيد عندها. الدكتوره سكت لها ليه؟ يعني ما الدكتوره مصدومه حقها، بس دلوقتي المفروض ما تسكتش، ترفع لها قضيه، قال لها حاجه من اللي هي بتعمله ده. يا علياء بس انت ما قلتليش كده، ده انا اللي سالتك قلت لك الدكتوره دي عايزه. هي كده عليها مش هتشوف الفيديو، فانا اخبط براحتي عشان مش هتحبس. ولا هتحبس؟ ممكن تشوف الفيديو. ما هو برضه الفيديو الاولاني عندي انا قلت محدش هيشوفه وجاب 66000 مشاهده. عشان ريتش انت رديت عليا قلت لي لا ده انا اللي رحت لها لحد عندها. انا ما بحبش الكذب. طب كدبت عليا انا ليه؟ لا انا ما بحبش الكذب. بصي بقول لك يا دكتوره خليكي معانا شويه، يمكن صفحتك تزيد ل 60000، يعني للضعف. خلاص طيب. طب يا خلاص نفضي الموضوع وننزل. هتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ الدكتوره على دماغي من فوق طبعا وكل حاجه. بعد ده كله دكتورة مين؟ بعد ده كله على دماغي. دخلتي فيها دكتوره، دخلتي فيها دكتوره. انت عارفه يا علياء، هقول لك على حاجه، ان الصح الموقف اللي انا اعمله دلوقتي ايه؟ اتفضلي. ايه اللي انا اعمل ايه؟ ان انا اروح اشتكي. بجد؟ طب ايه؟ طب القانون. روحي اشتكي يا دكتوره، ما بخافش. يا بتاعت المناديل. اروح اشتكي وكل حاجه بالقانون. بس انا هقول لك على حاجه يا بنتي، في اكبر من القانون، في ربنا سبحانه وتعالى. خلي الصفحه تزيد عندك شويه يا دكتوره، خلي الصفحه تزيد عندك. والله فعلا عشان الريتش بطلي تعملي كده عيب. عيب وانا يا بقول علياء. الحقيقة. هو اللي بيقول الحقيقه في الزمن ده. حقيقه مين؟ حقيقه مين ياللي ما بتفهميش؟ حقيقه مين؟ دي مش حقيقه، دعك. بتزعلوا منه ليه؟ امال انت قلت لي انا علياء دلوقتي ترند وحسناء دلوقتي ترند. انا بكره الناس اللي بتقول ترند. كل اللي يعرفهم ليه؟ عشان ريدج.
ريج دي حقيقه. تعال ريج. انا قاعده وانت معاك. وطبعا معاك عشان ريتش برضه. بصي يا حسناء، دي عليا. بصي اصل ده لو انا اللي انا جيت نازله يا جماعه، بلا ريتش بلا خرا بلا قرف ثانية واحدة يا بلا دول. خبطت في صاحبتها حتى، بتقول لها انت نازله معانا عشان الريج، وخبطت في الثانيه اللي هي اللي معاهم في اللايف، مش عايز اقول اسماء، وخبطت في الدكتوره بتقول انتوا كلكم جايين معايا عشان الريج. فايه اللي حصل؟ ان هم كلهم هيقعدوا يزعقوا والدكتوره مش هتعرف تقول كلمه زي ما انتم شايفين دلوقتي. ثانية واحدة يا تونة، لأن لا ثانية. أنا اللي جيت لك ولا أنت اللي جيتي لي؟ يلا انا نازله. سلام. ماشي. سلام يا ماما. سلام يا دكتوره. أنا اللي جيت لك ولا أنت اللي جيت؟ اللايف خلص على كده. يا دكتوره بجد بجد ما تتنازليش عن حقك، ما تتنازليش عن حقك بجد، لان اللي بيحصل ده ما يتسكتش عليه، ما ينفعش تسكت عن حقك خالص يا دكتوره. ارفعوا قضيه، اعملي اي حاجه. فالمهم خلونا نكمل برضو القصه بتاعتنا. الفيديو ده وقته هيكون طويل جدا، ممكن يكون اطول فيديو عندي على القناه، بس لسه هنكمل. وهنا بقى معلم ربنا ما بيسيبش حق حد، وهنا بقى معلم ربنا ما بيسيبش حق حد. والاكونت بتاع علياء اتسرق اللي فيه 300,000 جنيه، الحمد لله انه اتسرق، بس للاسف رجع تاني بقى. فالحكمه طارت، كنت هقول حكمه في اخر الفيديو. نكمل كأن الاكونت ما اتسرقش بالله عليكم. انا بكتب في السكريبت بقى لي نص ساعه، استحملوني شويه اخلص الفيديو، وبعد كده ابقوا اكتبوا لي في الكومنتات تفاجئوا قولوا ايه ده الاكونت بتاعها رجع بقى وبتاع. المهم علياء لما الاكونت بتاعها اتسرق المهم يعني لما الاكونت بتاع علياء اتسرق طلعت تعيط في اللايف، وكانت بتعمل حركات كانت بصوا يعني. الحمد لله اللي عافانا بجد من الحاجات دي ومن الناس دي، الحمد لله ان احنا ما طلعناش زيهم. فربنا عمل فيها كده عشان ناخدها عبره وتبقى قصه لاي حد، وعبره لمن يعتبر ان ربنا ممكن كده يخليك غني، وبرده كده بغمضه عين يخليك فقير في لحظه. يعني هي الاكونت بتاعها عليه 300,000 جنيه، لو ربنا اراد ان هي الاكونت بتاعها ما يرجعش كنتوا انسوا الاكونت بتاعها خالص، كان هيروح ب 300,000 جنيه اللي عليه، وهي ترجع بقى متسوله تاني، تنزل تلف تبيع مناديل. مع احترامي لكل الناس، مع احترامي لكل الشغلانات واي حد، بس انا بتكلم عليها هي نفسها. او لا انا كده اتحرج. وان شاء الله حق الدكتوره هيرجع، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد يقطع عيش حد تاني. ولو وصلت للحظه دي ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ولو ما بتصليش صلي. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيحقد على حد، وكل حد مش مقاطع. قاطع يا اللي ما عندكش دم. انا كل فيديو افضل اقول لك كده لحد ما تحس على دمك وتقاطع. يا بليد يا خنزير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصل لك في ساعتها، عشان طبعا زي ما انتم متعودين اول 10 اشخاص هكتبوا كومنتات انا بكتب اساميهم في الكشكول. لحظه اروح اكتبه بقى. دول ال10 بتوع المره اللي فاتت. انا بقى اقول اساميهم وخلاص. هنا رقيه، حنين، مريم محمد، كريم محمد، فروليدينا فرولادين، ما علينا، محمد اشرف، آية، روز، فهد، شهودة. ايه ده كله يا شهودة؟ حبيبة سيد فشكرا ليكوا انتوا الكل. وبرضه في ناس هنا برضه بتوع المرات اللي فاتت برضه انا مش ناسيكوا. وزي طبعا ما انتوا عارفين اكتر 3 اشخاص هيكتبوا كومنتات هاجي اول ما الكشكول ده يتملي. وكشكول يعني انا كنت مقطع منه ورق كتير فهو هيتملي بسهولة. فاول ما الكشكول يتملي اكتر 3 اشخاص كاتبين كومنتات ليهم جايزة كل واحد. يعني المركز الاول ليه جايزه احسن من المركز الثاني، اللي جايزه احسن من المركز الثالث. ولو ما صليتش العشاء تروح تصلي دلوقتي. وعشان اتاكد انك وصلت لاخر الفيديو هقول لك على جمله قد كده تكتبها في الكومنتات. الدنيا بسيطه بس ما تستبسطهاش، وست بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل والسلام. والناس برضو اللي بتسال انت بتصور بايه، انا بصور بالتابلت. وده التابلت من غير اضاءه، يعني بالاضاءه العاديه بتاعه الاوضه.